عمرك شفت مبنى على شكل بصلة؟ في ناس أول ما تشوف مبنى على شكل بطة أو فيلا شبه بصلاية تقول لك المعماريين دول دماغهم طارت. بس تعالى أقول لك المفاجأة اللي ما تعرفوش، إن المعماري مش بيهزر، ده عنده مدرسة كاملة اسمها الاستلهام من الطبيعة. يعني بيشوف الفكرة في جناح طائر أو قشرة موز أو خلية نحل وبيترجمها لتصميم مبنى. يعني مثلا في مبنى في زيمبابوي ما فيهوش تكييف، المهندس صممه بنفس طريقة تهوية مستعمرات النمل الأبيض، الهواء بيدخل من تحت يبرد المكان ويطلع من فوق، وكده المبنى يكون بيبرد نفسه لوحده. بس في ناس تانية خدت الاستلهام في اتجاه تاني خالص، عملوا مباني على شكل فلاشة، نخلة، سمكة، وحتى دونت. مش هزار على فكرة، دي مباني حقيقية ومشهورة. طب ايه الفكرة ان هم يعملوا كده؟ علشان الشبه ده يلفت الانتباه ويخلي المبنى أيقونة أو علامة تجارية، زي مثلا بيج دوك في أمريكا، مبنى شكله بطة وكان محل بيبيع فراخ فعلا. الموضوع مش جنان ولا فزلكة خالص، بالعكس، المعماري لما بيستلهم من الطبيعة بيعمل مبنى بيتكلم وبيعبر عنه وعن السبب الحقيقي إن هو بنى المكان ده. سواء كانت الفكرة بيئية أو دعائية لتصميم، بيبدأ دايما من سؤال واحد: إزاي أخلي المبنى ده يعبر عن نفسه؟ وطبعا في ناس بتاخد الحاجة زي ما هي تعملها مبنى، وناس تاني بتبدأ تجردها ببعض المفاهيم المعمارية التانية. ابعت لي في الكومنتات عن اغرب مبنى شفته في حياتك، بلاش حد يبعت لي صورة العمارة اللي مايلة دي ويقول لي ده اغرب مبنى.